السلام عليكم. أنا هتكلم على الأحداث بتاع السوبر المصري وخاصة مشكلة لعيبة الزمالك اللي أنا مصدوم صدمة كبيرة. مش هبقى ماشي مع القطيع الواضح اللي هو مرتزق، واخد فلوس سوشيال وقنوات وكله طالع يزايد ويبين اللي هو يعني إيه، صاحب الفضيلة، وكأننا إحنا كنا في نقاش علمي مش في مباراة لها الشحن بتاعها وكان يسبقها مباراة في السوبر في الافريقي في السعودية بين الزمالك والاهلي والزمالك فاز، فمعروف كله مشحون. فالامارات اذا لم تدرك كده يبقى فيه مشكلة كبيرة. عارفة أهمية الزمالك ولذلك طلعت كارت الذهبي، لأن عرفت البطولات بلا الزمالك مشكلة. لابد الزمالك والاهلي يكون موجودين حتى يكون مكتملة الأهمية. لكن منذ البداية في سوء تنظيم. هيقعدوا بقى يرموها بقى، انا مش عارف بقى المنظم هو اللي بيحدد ولا الاتحاد المرتزق اللي عندنا ده، فيحددوا ماتش البيراميدز والزمالك. هل اللي اتعملت قرعه؟ مش متخيل. بغض النظر، يحددوها في وقت حر جدا الساعه 4 عصرا، يعني في عز الحر برطوبه عاليه جدا، حتى يكون اي فريق هيوصل يقابل الاهلي يبقى منهك وضايع. طيب خلاص، يعني المفروض كان الف بقى في التنظيم لابجديات التنظيم لو بيستوعبوا، خاصه ما فيش اكسترا تايم في اول ماتش اللي هو اللي بيمهد للنهائي. كان المفروض الماتش الاولاني 7 والماتش الثاني الساعه 10 بالليل، لكن لا، مقصود. ثم نكتشف في ماتش الزمالك وبيراميدز ان رجل الامن معروف مهامه ايه. رجل الامن ليه زي للوقار بتاعه، لكن رجل الامن يبقى بشورت اسمر وفانيلا حمراء، ثم يبقى واقف ورا دكه الزمالك البدلاء والناس اللي مش مكتوبه في القايمه قاعده في المدرجات اللي خلف دكه الزمالك، ثم يتفاعل مع جون بيراميدز اللي هو طلع اوفسايد ويهيص مما دعا اللعيب بتاع دونجا وغيره يتلاسموا مع بعض ويتواصل معاه ويزعقوا ويشتموا في بعض. المفروض دي لو رجل امن ونظامي كان لجأ للإدارة بتاعته العليا رئيسه ولتجاوز أخطأ فيا، وعلى الأقل يكون لابس لبس نظامي، مش شرطة، هو مش على بلاش. ده الناس اللي طلعت تقول لك أصل مصر اللي هو مدحت شلبي معروف مين مدحت شلبي. للأسف أنا مش عارف ده كان لواء إزاي. بيقول لك أصل إحنا عندنا الطبطبة والمهلبية، لكن الإمارات دولة نظامية. معقول؟ الإمارات دولة نظامية الأمن بتاع رجل الأمن بيبقى لابس شورت أسود وفانيلا حمراء؟ اكتشفت ان ردود الافعال شيء مرعب بيأكد ان فيه فلوس، لان تطابق وسكريبت السوشيال ميديا والمشاهير وهذا كله بتوزع له صح، وبتوع كمان كله عاوز يسترزق على حساب مصر. السفير يتدخل، ما يهتموش، ودي اهانه لمصر. لو ادركوا القائمين ولا النظام اللي في مصر اللي دي قمه الاهانه، انا مش عارف ده هيقبلها ازاي. ثم الامارات تصعد كأن الذبح لم تحقق وتشوف او تحتوي الموضوع، بتقول لك مشاجره داخل الماتش او سوء فهم او حاجات زي وتلم. لا، هي عاوزه تظهر في دور البطل المأواه. ماشي اوكي، وتصعد. واللي لسه عارف دلوقتي منذ ساعه، انا حاليا النهارده النهارده الثلاث 22 اكتوبر الساعه داخله على 10 اهي. اشكاليه كبيره جدا، وصعدت وحولت واحد السيد اللي هو المدير الاداري، دونجا اللي هو لاعب المنتخب، شلبي اللي هو برضه لاعب منتخب، ولاعيبه الزمالك تحبسوا ومحاكمه وحجم عادل. ليه عملوا ايه؟ ده احنا في مصر بتحصل مصايب ومنكم وبيتم احتواء تحت بند الاخت الكبرى وحاجه كده ونحتوي. ايه ده؟ فانا اعتبرها قمه الاهانه. انا مش دعوه بشويه المرتزقه اللي طالعين في الاعلان وعشان يحافظوا على السبوبه وهذا، ده كان شايف دي اهانه لمصر ولعيبه بتمثل حتى لو اخطاوا، لان جوه اطار ملعب
وبيحصل فيه مشاحنات، ورجل امن مش باين ليه زي امن واحد ممكن يكون من مشجعينه جاي يستفز او حاجه زي كده. حصلت في مصر سنه 90 في وصول مصر لكاس العالم. كان ماتش فيصلي بين مصر والجزائر، ومصر فازت 1-0 بجون حسام حسن، وكان كابتن الجزائر اخضر بلومي. بعد الماتش هو بقى متضايق وحاجه زي كده، فراح الفندق، فكان طبيب مصري بيحتفل، فحصل شجار فطير عين الطبيب المصري. فالسفير الجزائري وكانت يعني اتقبض عليه، لكن السفير الجزائري وحاجات، فحاولوا يلموا الموضوع ومصر تفهمت والموضوع عدى وحاجات زي كده. لكن انت ولا عين، ولا كان رجل الامن لابس لبس حقيقي وكان بيستفز وحاجات زي كده. فانا شايف في اهانه كبيره لمصر، وتبقى مصيبه للمسؤولين عن مصر لم يدرك الاهانه، ان السفير يتدخل ولم يعملوا له اي اعتبار يصعدوا. المفروض هم مستضيفين، دي مش بطوله هم بينظموها، ده مستضيفين. الشوات المرتزقه في القنوات والشوات اللي طالعين، ومدحت شلبي دي كان مدرب لواء ازاي يقول لك اصل دوله احنا عندنا طبطبه ومهلبيه، يعني مصر طبطبه ومهلبيه، لكن الامارات دوله نظاميه. الدوله النظاميه يبقى رجل الامن بتاعها بشورت اسود وفانيلا حمراء، ثم يقعد يستفز، ثم الاجراءات الرهيبه ولم تعمل اعتبار لمصر. فانا شايف من وجهه نظري، بعيد عن الناس المرتزقه، انا يهمني مصر وشوات اللي انا بقول عليهم عبيد تدفع لهم ويبيعوا شرفهم. ومسؤولين الاتحاد المفروض يقول لك دي لعيبه منتخب ولعيبه اهم نادي في مصر والوطن العربي وافريقيا واحد قطبي الكره المصريه. الاقي شويه ناس تافهه طالعين فرحانين ويقول لك دي اهانه لكل المصريين، يتم اهانتهم وحبسهم. وايه اللي حاصل؟ ده مش هجره عاديه ولا التاني اتعور ولا حاجات زي كده، وهو اللي كان بيستفز. حتى لو اخطاوا اللعيبه او حد زي كده لازم يكون في تفهم، في ادراك. لكن ازاي هم عاوزين يظهروا في دور بقى البطل المغوار؟ ماشي. فالمفروض يبقى في رد. احنا لو وضعنا اقتصادي صعب، لكن ما نبقاش مستباحين كده، ما نبقاش نكره. دي مصر، دي مصر. انا في حاله ذهول، ذهول ومش عاوز اقول جنون. معقول لهذه الدرجه، لهذه الدرجه نكون مستباحين؟ فانا للاسف انا حزين. ونصيحتي لنادي الزمالك ان ما تلعبش في الامارات تاني ابدا تحت اي مبرر. اتحكم عليهم ما اتحكمش. واعتقد المفروض يراجعوا الاحداث اللي حصلت في مصر تحت فكره الاخت الكبرى، وكانت احداث واعتداءات وتطاول وحاجات زي كده، وكان بيتلم الموضوع ويرجعوا مش عارف ايه. لا، انا مش متخيل ولن اتسامح مع اي مسؤول وشويه المرتزقه اللي طالعين يزايدوا، لانهم انا عارف يبيعوا شرفهم عشان الفلوس، طالعين يعملوا نفسهم قيود. ولا احمد شوبير اللي طلع يقول لك كذا، احمد شوبير بتاع التسجيلات المتدنيه، احمد شوبير وقضيه احمد رفعت بعد ما كنا نقول في حساب شديد، احمد شوبير اللي تم اعلن بشكل علني مع مذيعه اللي هو زور انتخابات، ودايما نقول الاعتراف سيد الادله. فانا مستغرب. شلبي اللي هو مدحت شلبي اللي شغال في قناه عربيه وعمال يتطاول ويقول لك احنا دوله مهلبيه وحاجات زي كده. لو مش هتحاسب يبقى احنا دوله مهلبيه. انا حزين على مصر في الفتره دي بس، لكن مصر عظيمه وستظل عظيمه. لكن إذ لم يتخذ اي اجراءات واجراءات صارمه، للاسف انا حزين على هذه المرحله وهذه الفتره اللي المفروض اقصها من تاريخ مصر العظيم. مصر كبيره قوي. فكره اللي يحصل في لعيبه مصر كده، وعارفين دايما نقرر ونقول ان دي مباراه ويبقى فيها مشاحنات وفيها ممكن يبقى خناقه او حاجه زي كده. انت جوه ماتش ومشحون، انت مش قاعدين على ترابيزه اجتماعات ولا عصف ذهن ولا قضيه علميه. لكن فكره الامارات عملته، انا بعيد عن الناس المرتزقه اللي عمال تفرق عنهم فلوس وطالعين عاملين نفسهم بيسبحوا بحمد الامارات البلد النظاميه والبلد. هل لو كان دي لاعب ايراني ولا لاعب تركي ولا لاعب حتى لو عراقي ولا حاجات زي كده يقدروا يعملوا حاجه؟ احنا بنتساهل كتير جدا في حقنا. وللاسف شويه السذج والسطحيين اللي ما عرفوش الاهانه دي مش مجرد اهلي والزمالك، ولكن اهانه لكل المصريين. عدم الاعتبار لوجود السفير المصري مشكله. شكرا.